9 أسباب تؤدي لإيقاف بطاقة التموين، منها سيارة حديثة ومصاريف المدارس. تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين، سواء من حيث قيمة الدخل أو معدل الاستهلاك والإنفاق للأسرة التي تدخل تحت منظومة الدعم التموينية، وذلك من أجل وصول الدعم لمستحقيه. وتشمل أسباب إيقاف بطاقة التموين 9 أسباب. تؤكد الوزارة بأن توافر أي سبب منها في الأسرة يؤدي إلى الحذف من منظومة الدعم التموينية، مما يجعل الأسرة غير مستحقة للدعم. وأسباب إيقاف بطاقة التموين هي: أولا، امتلاك الأسرة لأكثر من سيارة أو لسيارة حديثة موديل 2014 أو ما بعدها. ثانيا، أن تدفع الأسرة مصاريف مدارس 20,000 جنيه فأكثر. ثالثا، استهلاك الأسرة فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 كيلو وات. رابعا، وصول قيمة فاتورة المحمول إلى 800 جنيه شهريا فأكثر. خامسا، امتلاك الأسرة حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر. سادسا، دفع الأسرة ضرائب 100,000 جنيه فأكثر. سابعا، من يمتلكون شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر. ثامنا، تسديد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال. تاسعا وأخيرا، أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة. وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين المتضررين من إيقاف بطاقة التموين التقدم بتظلم من قرار الإيقاف، حيث تبحث الوزارة هذه التظلمات وتقوم بإعادة الأسر المستحقة التي تم حذفها من البطاقات مرة أخرى في حال التأكد من استحقاقهم للدعم التمويني.